يا صباح الورد، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي المصري او الحواوشي البلدي. بتكات بقى وخلطة رهيبة جدا جدا. يعني جربوها ان شاء الله تعجبكم. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. هنا بقى معانا 800 جرام من اللحمة. لازم يكون فيها نسبة دسم طبعا، ولو اللحمة حمراء لازم تفرمي معاها ربع كمية اللحمة. يعني لو اللحمة كيلو لازم تفرمي ربع كيلو دهن عليها. تمام. معايا 5 بصلات وسط مقطعهم 4 ارباع كده، هفرمهم ناعم جدا جدا على قد ما اقدر. ومعايا 3 فصوص من الثوم، ومعايا قرنين فلفل سبايسي. لو مش حابه السبايسي ممكن تكتفي بقرنين فلفل رومي. بس هو انا يعني عايزاه ياخد النكهه الحلوه بتاعه الفلفل، مش عايزاه يبقى سبايسي. يعني هو كده كده الكميه قليله اصلا، مش هتاثر ومش هتخليه سبايسي ولا حاجه. تمام. بعد ما ضربنا كل المكونات كده ونعمناها بشكل كويس جدا في الكبه، نزلنا بيها على اللحمه وهنخلطهم كويس جدا لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض. هنقلب بقى حلو جدا كده، نتاكد ان كله خد من طعم بعضه كده وبقى كله قطعه واحده زي ما انتم شايفين. هننزل بقى بالبهارات. معانا بقى معلقه كبيره من الملح، ورشه كبيره من الكزبره، ورشه جنزبيل، ورشه حلوه كده من الفلفل الاسمر. يعني لازم تبقى معلقه كبيره. ومعايا معلقه كبيره قرفه. ومعايا خلطه الحواوشي بتاعه كنور. لو مش حابين خلطة الحواوشي بتاع الكنور ممكن تكملوا انتوا بهارات. ممكن تقدري بقى تزودي بهارات حواوشي من عند العطار، او ممكن تزودي جوزة الطيب وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. كل الحاجات دي تمام حلوة يعني. ما توقفيش نفسك على حاجة خالص، المتوفر عندك استخدميه. كده بقى انا مسكت الخلطة بتاعت الحواوشي بتاعتي وكورتها كده الكورة على قد الرغيف. عملوا معايا 12 كورة بس. وانتي بتفردي لو في اي زوايد في اللحمه وحسيتيها تبقى كتير على العيش شيليها. فانا كونت رغيف كمان بقوا 13 رغيف. يعني الكميه اللي انا وريتها لكم دي عملت معايا بالظبط 13 رغيف. المهم جبت بقى العيش فتحته بمقص كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فيه العيش وفردته كويس جدا. اللحمه لازم يبقى سمكها وسط، مش رفيعه ومش سميكه قوي، عشان لو سميكه هتقلب معاكي ببرجر، مش هتحسي ان انتي بتاكلي حواوشي خالص. فلازم نظبط السمك بتاعها كويس. وجبت بقى معايا اي ماده دهنيه انت تحبيها. انا استخدمت سمنه. دهنت كده الوش والظهر بتاع الرغيف كويس، حاجه خفيفه قوي ما تكتريش برضو. كده كده اللحمه فيها نسبه دسم من جوه. تمام. هبدا بقى ادخلها الفرن على رف وسط 180 درجه. واللي طلع معايا كده حطيته في ورق فويل وهلفه كويس بحيث ان هو يحتفظ بالحراره معايا ما يبردش لحد ما اطلع بقيه الكميه. كده خلاص كانت كل الكميه خلصت معايا. مش عايزه اقول لكم على الجمال بقى، والطعم بجد رهيب، واخد طبعا اللون الذهبي ده ومقرمش جدا. هي أكلة اقتصادية جدا، بتتعمل بأقل الإمكانيات والتكاليف، وفعلا سهلة جدا وسريعة، ما بتاخدش منك أي وقت خالص. وطبعا أنضف وأحسن 100 مرة من أي حواوشي يعني بيتجاب من بره. مفيش مقارنة خالص. يعني على الأقل جودة الأكل انتي ضمناها وعاملاها بإيدك. وتقدروا كمان تقدموا جنبها أي مقبلات انتوا تحبوها. إن شاء الله الطريقة تعجبكم. جربوها واكتبولي في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي.